طيب امتى يكون حضورك امام محكمة جنح اول درجة وجوبي، وامتى يكون غير وجوبي؟ وامتى يكون حضورك امام محكمة الجنح المستأنفة وجوبي، وامتى يكون غير وجوبي؟ طيب يعني ايه وجوبي اصلا؟ ويعني ايه غير وجوبي؟ وجوبي ان حضرتك لازم تخش القفص والمحامي يترافع عنك، يعني لازم تحضر الجلسة. والغير وجوبي ان حضرتك بتعمل توكيل لمحامي والمحامي بيحضر مكانك. طيب تعرف امتى بقى انت حضورك كمتهم وجوبي وامتى حضورك ما يكونش وجوبي؟ لو الجريمة بتاعتك واجبة النفاذ، العقوبة بتاعتها بتبقى واجبة النفاذ، حضورك بيبقى وجوبي. ايه زي ايه مثلا الجرائم الواجبة النفاذ دي؟ زي مثلا يا فندم السرقة، التسول، الاتلاف العمدي، حيازة السلاح، قضايا الآداب العامة. دي جرائم حضورك بيكون فيها وجوبي امام القاضي. طيب لو جريمه مثلا زي اصالات الامانه، هنا الجريمه بتبقى غير واجبه النفاذ. ليه؟ لان الحكم اللي بتصدره المحكمه اذا كان غيابي او حضوري بيبقى متضمن كفاله في الحكم، يعني مثلا واخد 6 شهور حبس و2000 جنيه كفاله. اي حكم بيكون فيه كفاله هنا بتبقى العقوبة غير واجبة النفاذ. طيب وإيه تاني؟ والله لو الجنحة مباشرة حضورك بيبقى غير وجوبي، تحضر المحامي بتاعك بالتوكيل مفيش أي مشكلة. طيب أمام محكمة تاني درجة، محكمة الجنح المستأنفة، حضورك يا باشا بيكون وجوبي لو تم الحكم عليك بالحبس في اول درجه، ما عدا برضو ايه، ما عدا الجنحه المباشره، برضو حضورك غير وجوبي، تقدر تحضر محامي مكانك وانت ما تحضرش، اقعد في البيت. امام محكمه الجنح المستأنفه لازم يكون حضورك وجوبي. ليه؟ لان محكمه الجنح المستأنفه، محكمه تاني درجه، بتبقى احكامها واجبه النفاذ، بتبقى احكامها يعتبر احكام نهائيه. تمام. يا رب تكون المعلومه مفيده. اتفضلوا.